سؤال واحد نفسي يجاوبنا عليه مؤيدين مرتضى منصور او اي مشجع لنادي الزمالك، اي حد ماشي من الشارع، اي حد ماشي في الشارع كده يا جماعه يجاوبني على سؤالي ده. ازاي انا اقول لشباب صغير او اقول لناس لا يا جماعه الرياضه دي اخلاق، لا يا جماعه الرياضه دي حاجه محترمه، الرياضه دي عشان ما تتجهش المخدرات، عشان تبقى شخص كويس ما بين المجتمع، ما تتعصبش على زميلك الاهلاوي وما تتعصبش على زميلك الزملكاوي بعد اللي بيشوفوه من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اللي ما سابش حد في الكره المصريه ما اهانوش. كل اساطير الكره المصريه اهانهم، مفيش حد يعني الصوره اللي ورايا دي كلها هي اساطير في الكره المصريه، مفيش حد سلم منه، مفيش. ازاي احنا بقى نفهم الناس لا يا حبيبي ان الرياضه دي اخلاق، الرياضه دي ما حاجه محترمه، دي عشان تنمي عقلك، عشان ما تتجهش لحاجه زي الوحشه زي المخدرات. والله العظيم اللي بيقدمه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اسوأ من المخدرات. ازاي يا حد بقى يجاوبنا، يعني حد كده من المسؤولين عن الكوره في مصر، ايه اللي فاضل او ايه اللي باقي عشان يبقى وضع الراجل ده خلاص المفروض ان هو ينتهي في الكوره المصريه؟ ايه تاني؟ يعني فهمونا لو هو ده هيفضل حال الكوره او انتوا حابين حال الرياضه وكوره كده في مصر، عشان احنا نتكل على الله ونروح نشجع لنا حاجه تانية. ما عندنا عادي يعني الدوري السعودي هو قريب مش بعيد، نروح نشجع مفيش مشكله. الكره الاوروبيه هي محترمه ودوري ابطال اوروبا اهو خلاص الدنيا شغاله فيه، لا نروح نتابعه اهو ونبطل نتابع ونخلي حتى العيال الصغيره ننصحها لا يا ابني هي دي الاخلاق هي دي الرياضه، تابع دي مالكش دعوه بدي. لو انتوا حابين ده الوضع. الجمعيه العموميه لنادي الزمالك دلوقتي انت بتختار الشخص اللي على شاكلتك او بتختار الشخص اللي انت شايف ان هو هيدافع عن قضاياك، حابب اسلوب الى غيره. هل ده الوضع اللي انتوا حابينه لنادي الزمالك؟ هل ده اللي انتوا مثلا بتبينوا بيه اخلاق نادي زي نادي كبير زي نادي الزمالك؟ ده احنا مش زملكاويه وصعب علينا النادي. يعني انت لو جيت فكرت، والله سيبك من انت اهلاوي او زملكاوي، لو جيت فكرت في نادي الزمالك كقلعه رياضيه كبيره وليها تاريخها في مصر، والله يصعب عليك حاله تحت ايد الناس دي. ده جماهيره نفسهم بقوا يتشتموا من رئيس النادي عين عينك وبيتخانقوا بيتخانق معاهم في الشوارع. طب وبعدين؟ انا زي ما بقول سؤالي بس وهو سؤال واحد والله العظيم، ازاي انا اقول لشاب صغير يا حبيبي الرياضه اخلاق؟ لا ما تتعصبش على زميلك الاهلاوي او ما تتعصبش على زميلك الزملكاوي، الرياضه في الاخر دي حاجه عشان تنموا بيها عقلكم وحاجه للمتعه وحاجه عشان تستمتعوا بيها. ازاي اقول له الكلام ده؟ يعني قولوا لنا انتوا، يعني بعد اللي بيشوفوه من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اقنع الشباب الصغير ده ازاي بالكلام ده؟